وهذا المرض فشل كله حطمني، يعني حطمني من حياتي. أنا أسجلهم كذب، أنا مو عايشة بس هيك. أريد أخوتي أهل المشخاب أهل الغيرة يوقفوا لي ويساعدوني نعم على مود أشوف حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حالة إنسانية مع شاب من مواليد 96 تعاني لفترات طويلة من الغسيل والفشل الكلوي. حقيقة تفاجأت بهذه الفترة اللي عبرت أكثر من 10 سنوات، حوالي 11 سنة. زينب من أهالي المشخاب، هذه الفترة كلها جاي تغسل يعني الكلية بهذا المرض، يعني اللي حقيقة نشوف هذا المرض منتشر بشكل كبير في محافظة النجف وجميع المحافظات. أنا عندي فشل كلوي، صار لي 11 سنة أغسل. 11 سنة 11 سنة أغسل، وايد 11 سنة. ما عندنا يعني إمكانية مال الزرع. نعم. واريد أخوتنا أهل المشخاب أهل الغيرة نعم يوقفوا لي ويلموا لي المبلغ. احنا جتنا مؤسسة خيرية يسموها جروب حالات الإنسانية. نعم. شالوا قسم علينا، القسم اللي علينا ما نقدر ندبره. صعب عليكم؟ صعب. نعم. واحنا ما عندنا، معنا تخلصت. لأن والله أخذت لي فترة باليوم أخلي لي جهازين مال الغسل دبلومه. مرتين؟ اي والله مرتين باليوم، يعني شكله يتخطر بي دمي واخرج. يعني يخلص نهارك انتي بس ويا الغسيل بس ويا الغسيل وغير هاي، يعني الهبوط وما ادري شنو بعد. ودي اثنيناتن هسه، ايدي هاي بيها جهاز وايدي هاي بيها 2 أجهزة. يلا يلحقين عليك؟ اي لا دنا عطلا، بس هذا يشتغل وهذا هناك عطلا على كثر الاستخدام. نعم. انت كشابة بعد انت شابة بهذا العمر، بنشوفين يعني شابات بعمرك ويطلعن وهاي، شنو كان حلمك وراح من خلال هذا المرض؟ طبعا كل شيء، يعني كل شيء. نعم. يعني حتى والله مرات اشوف بنات صاحية مثل القبر، اقول ليش انا يجي اهل المشخاب اهل الغيرة اريتهم يلمون هاي الامكانية على مود ازرع قيد بيران 11 سنة والله. نعم. اغسل وغير هذا الغسل اللي شافه العذاب، يعني من يوم حتى مرات يغمى علي من الهبوط، مرة سووا تنفس. نعم. لأن كلش هبط ضغطي من الغسل. اي وهسه حاليا يعني حتى ضغطي يعني إذا يريد يصعد 8/2. نعم 8/2. اي من يهبط لا 5/0، يعني بعض ما يطلع. طبعا من بعد 11 سنة ومعاناة زينب مع هذا المرض والغسل لأكثر من مرتين